يا نهار أبيض، وجود الفنانة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي في مصر يثير موجة من السخرية والغضب والنقد على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس في الشارع. يا جماعة، الناس بتقول يا نهار أبيض، السنة دي سميحة أيوب في المنهج، السنة الجاية هيبقى محمد رمضان، والسنة اللي بعدها هتبقى فيفي عبده. معانا يا جماعة في الفيديو ده كل التفاصيل. وزارة التربية والتعليم رد فعلها كان إيه على غضب الناس ونقد الناس؟ كمان معانا سميحة أيوب نفسها قالت إيه في الموضوع ده، والناس نفسهم وجهة نظرهم إيه. قبل ما أحكي لكم الحكاية يا جماعة، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. نبدأوا الحكاية. طبعا ظهرت صورة للفنانة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي، أثارت الصورة موجة من الغضب العارم والنقد الكبير لوزارة التربية والتعليم والمسؤولين عن وزارة التربية والتعليم من الناس في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة يا جماعة ان الموضوع اصبح ترند الان. بيقولوا ازاي ممثلة تنحط في منهج تعليمي؟ طيب حطوا عالم، طب حطوا حد مؤثر. ده بالنسبة للناس اول ما تعرف ان سميحة ايوب موجودة في المنهج. لكن ممكن لو عرفت الحكاية بالكامل تغير وجهة نظرك. اقول لكم الحكاية بالكامل. وزارة التربية والتعليم يا جماعة صرحت وقالت ان الصورة ديت يا جماعة موجودة في كتاب الأنشطة والمهارات اللي فيه قسم خاص عن المسرح. كلنا عارفين ان كتاب الأنشطة والمهارات ده ما بيبقى الامتحان في امتحان كده شكل، يعني ما فيش حاجة، وفي قسم خاص بالمسرح وبحط فيه سماحة أيوب. فأنت كمشاهد وكمتلقي لما تعرف كده يعني الموضوع بيحصل عندك حالة من الهدوء شوية، والنقد والزعل اللي كان عندك بيهدى. لأن كتاب الأنشطة والمهارات لما يكون في قسم مسرح وينحط فيه سماحة أيوب، سماحة أيوب في الفن ممثلة محترمة، ممثلة ما قدمتش أدوار بذيئة، ممثلة سيرتها طول فترة يعني 30 أو 40 أو 50 سنة في الفن، ما سمعناش عنها حاجة وحشة خالص. فدي حاجة. بالنسبة لسماحة أيوب نفسها قالت بالفعل أبلغتني وزارة التربية والتعليم والمسؤولين إن أنا موجودة في منهج الصف السادس الابتدائي، وده خلاني سعيدة جدا وخلاني فرحانة جدا إن يتم تدريس سيرتي الشخصية ومسيرتي الفنية الكبيرة في الفن، وإن أنا عملت أدوار كتير جدا قيمة وذات قيمة، وإني ما قدمتش ابتذال خالص، لا في سينما ولا في مسرح ولا حتى في التلفزيون. الناس في الشارع طبعا لما هيسمعوا الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم ده، أنا متأكد إن وجهة نظرهم هتتغير شوية وهتهدى شوية. يعني هي لا موجودة في كتاب عربي، ولا موجودة في كتاب دراسات، ولا موجودة في كتاب حساب، ولا موجودة في كتاب الإنجليزي في أساسيات التعليم. ده هي موجودة في كتاب الأنشطة والمهارات اللي فيه قسم مسرح، حاجة خاصة بالمسرح، فقرروا يتكلموا عن سميحة أيوب. أعتقد حضرتك لما هتسمع مني الكلام ده وجهة نظرك هتتغير شوية، هتهدى شوية، هتبص للموضوع بشكل تاني خالص غير اللي كنت ناظر له أول ما شفت الصورة وأول ما اتقال لك ده سميحة أيوب هيدرسوها في التعليم، والناس اللي قالت ده محمد رمضان هيبقى السنة الجاية والسنة اللي بعدها فيفي عبده. طبعا الموضوع مختلف تماما. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.